مساء الخير عليكم، ورجعت لكم بفيديو جديد وحوار جديد من النرويج الى مصر. والحوار اللي انا راجعه بيه النهارده هيكون عن العلاقه الزوجيه، يعني بين الزوج والست او الزوج والزوجه سوري. والموضوع هيكون شيق شويه، لان هنا لما بيكون اتنين متجوزين او حد هيطلع يقول لي عايشين مع بعض عشان هنا مش بيتجوزوا، او عايشين مع بعض، ده قانون البلد وده نظام البلد هنا، اوكي. بس انا بتكلم على الزوج والزوجة. المهم، لما بيكونوا متجوزين وعايشين مع بعض في البيت، بيقسموا المسؤولية، مش بس الفلوس، بيقسموا المسؤولية ما بينهم. المسؤولية بتاعة البيت، المسؤولية بتاعة الأطفال، المسؤولية بتاعة عمايل الأكل، المسؤولية بتاعة ان انت تودي الأولاد التمرين، او ان انت تجيبهم من التمرين، او ان انت توديهم المدرسة، او ان انت تجيبهم من المدرسة. وفي آخر اليوم لو الراجل طلب من مراته العلاقة الزوجية الشرعية، لها الحق انها تقول لا. لها الحق، انتوا سامعيني صح على فكرة. بترفض لو هي تعبانة، لو هي ملهاش نفس، لو الموضوع مش مناسبها دلوقتي. والموضوع ده بيبقى عادي، يعني ما فيهوش نقاش. هي قالت لا، بيبقى الموضوع انتهى. لان هنا لو الراجل، حتى لو الزوج اخد من زوجته حاجة غصب عنها او هي مش راضية عنها، هنا في البلد بيسموها اغتصاب، وممكن كمان يتحاسب عليها حتى لو هو جوزها. لكن عندنا في مجتمعاتنا ما عندناش الكلام ده. ما عندناش حاجة اسمها ان الزوجة ينفع اخر اليوم تقول لا. عندنا ستات كتير قوي بيشتغلوا وبيساعدوا في البيت، يعني تكون راجعة من الشغل تخش تنظف البيت وتجيب الأولاد من المدرسة وتأكل الأولاد وتحمل الأولاد وتذاكر الأولاد وتنيم الأولاد. وفي آخر اليوم ما ينفعش تقول لأ، عشان مجتمعاتنا وعشان بيقولولك في الدين حرام. الدين حرام اوكي، لأن أنا قريت عنها، بس الموضوع النهاردة مش موضوع ديني. يعني أنا مش بتكلم على الدين النهاردة الموضوع إنساني بحت. ان الست دي في اخر اليوم انسان، بني ادم، بيحس، وممكن يكون لها نفس وممكن يكون ملهاش نفس، ممكن تكون تايرد، مرهقة، ممكن تكون حاجات كتير جدا، ممكن يكون هرموناتها اللي موجودة في الوقت ده هرمونات الصعبة، لان كل الستات عندهم هرمونات مختلفة وبتختلف كل يوم عن التاني. لكن احنا ما عندناش التعليم ده او الفكر ده. والراجل لو عايز حاجة هو عايزها خلاص. وانا في الفيديو ده مش بعمم، اكيد في ناس كتير بيساعدوا مراتاتهم في البيت او ازواجهم في البيت او زوجاتهم في البيت مع الاولاد وكل حاجة. بس طبعا يعني انا عمري ما سمعت في المجتمع عندنا، المجتمع المصري، ان الراجل بينظف البيت وبيعمل اكل ما سمعتهاش قبل كده بصراحة، بس ممكن تكون موجودة. علشان كده انا فكرت في الحوار ده النهارده، لان انا شخصيا عانيت منه كتير، لان انا طالعه في نفس المجتمع المصري. وطول الوقت وانا صغيره، او يعني في سن معين، اسمع ان الناس بيتكلموا، او ناس قاعدين جنبي، او ناس هنا، او اي بتسمع طول ما انت في الحياه طالع بتسمع ان ما ينفعش الست تقول لجوزها لا لما تيجي عن العلاقة الزوجية، علشان حرام، وعلشان هي كده بتعصي ربنا، وعلشان. يا جماعة والله العظيم الست دي لها حقوق زي الراجل بالظبط، لها الحق انها تقول لا. صح ولا غلط؟ واكيد طبعا اكيد هلاقي رجالة كتير جدا معايا في الحوار، وهلاقي ناس ضدي، بس ده رأيي الشخصي. ومتأكدة ان في ستات كتير جدا جدا هي يبقوا معايا في الموضوع ده، لانهم اكيد بيعانوا من نفس الشيء. والحوار بتاعي له بقية، لان الحوار شيق، وانا نفسي اتكلم فيه في حاجات كتير وديتيلز كتير. بس استنوني في فيديو جديد وتكملة للحوار بتاعنا، وحوار من النرويج الى مصر.